السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع إيمي، خريجة التجميل وعلاج طبيعي ومكياج مسرحي من مطبخكم إيمي ويومياتها في المطبخ. أولا شكر خاص لكل اللي دعالي بالشفاء العاجل. متشكرة جدا لكل المشتركين وكل حبايبي اللي متابعيني من أصحاب القنوات، شكرا لكم. اولا يا جماعة انا عندي طلب للي بيشوفني دلوقتي وبيتفرج على الفيديو، يا ريت تسمعوني للاخر لو سمحتم، سواء كنتم من المشتركين الجدد اهلا وسهلا بيكم، او من اصحاب القنوات اللي متابعين قناة ايمي ويومياتها في المطبخ اللي هم طبعا عزاز على قلبي. عايزة اقول لكم حاجة مهمة. اذا كان حد عندي مشترك مجرد رقم وخلاص، ارجوك الغي الاشتراك. واذا كنت مشترك متفاعل، سواء ان انت بتكتب لي كومنت يشجعني وبتعمل شير لكل الناس عشان تستفيد، اهلا وسهلا بيك في قناتي. يا جماعة احنا بننزل الفيديوهات دي عشان كل الناس اللي بتحب ايمي ومتابعة قناتها تستفيد، وبتحب الفيديوهات اللي بتنزل عندها تستفيد، تمام؟ وعند القنوات كلها اللي هي متابعاها، فياريت تتفاعل شوية ونشير الفيديوهات عشان كل الناس تقدر تستفيد. عفوا، لان في حاجات مختلفة على القناة، سواء كانت عن معلومات ازاي تعرفي ابنك عنده توحد ولا لا في السن المبكر للطفل، وازاي كمان لو لا قدر الله عرفتي ان ابنك عنده توحد من الكلام اللي انا هقوله لك في الفيديوهات. لازم ان انتي تعرفي المعلومات دي، ودي مهمة جدا. يا ريت يا جماعة نشير الفيديوهات ديت لانها معلومات مهمة جدا. وكمان يا جماعة في فيديوهات كمان هتستفادوا منها كتير، بتتكلم عن الشعر وبتتكلم عن نوعية البشرة. بالنسبة كمان احنا في فصل الشتاء هنستفيد جدا من الفيديوهات ديت. يا ريت تدخلوا على الفيديوهات وتشاهدوها، بالذات فيديوهات الشعر بما اننا في فصل الشتاء. ازاي ان انت تقي نفسك من القشرة، وازاي تتعاملي مع شعرك بعد ما تاخدي الشاور. يا جماعة شوفوا الفيديوهات دي بجد هتستفيدوا جدا، واكتبوا تعليقات عندي تحت الفيديو، ومنتظرة حضراتكم تشاهدوا الفيديوهات. وبتكلم عن حاجات كتيرة. انا شايفة ما شاء الله المشاهدات جاية على الاكلات والحاجات دي، بس لا يا جماعة، كمان انت لازم تهتمي ببشرتك وتهتمي بشعرك وتستفيدي من المعلومات اللي انا بقولها لك. وان شاء الله الفيديو النهاردة هيتكلم عن المساج باذن الله. وكمان يا جماعة عايزة اقول لكم على حاجة للي متابعيني على القناة. عايزة اقول القنوات الجديدة تقدمي وقدمي فيديوهاتك، وانتي ابدا مش قناة صغيرة، انتوا قنوات جديدة، بس انتوا بمحتواكوا بتاع القناة هتبقي قناة كبيرة في نظر المشاهدين بتوعك او المشتركين بتوعك. انتي هتبقى قناة كبيرة، وبالتوفيق دايما يا جماعة للقنوات الجديدة. وانا مستمرة معاكم في دعم القنوات الجديدة طبعا، وانا منهم. مفيش مشكلة خالص ان احنا ندعم بعض، دي حاجة جميلة ومشرفة ليا. وشكر موصول للقناة توتا اللي دعمت قناة ايمي، شكرا جزيلا. وشكرا لقناة كوني متألقة اللي دعمت قناة ايمي وان هي بتحبني. شكرا يا حبيبتي، احبك الذي احببتني فيه، متشكرة جدا. وشكرا جزيلا لكل اللي بيحبوا الفيديوهات اللي انا نزلتها، شكرا جزيلا. وسلام موصول من اسكندرية لأهل صعيد مصر. طبعا هي عارفة نفسها قناة ميرو أكلات الصعيدية. طبعا عايزة أقول لحبيبتي هي عارفة أنا هكلمها هتعرف. تفائلي وإن شاء الله يا رب إن انتي ربنا يوسع رزقك. هي قناة فتوكة بنت فتكات. ان شاء الله هي جالها اكتر من 10,000 مشاهدة، وربنا يزيدها يا رب. وجاء معاها اكتر من 2000 مشترك، فوق ال2000 مشترك. في مشاكل كده لسه في الاعلانات ما بتوصلش، او
ان هي طبعا قدمت شكوى عشان تعرف ايه المشكله. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا هيوسع رزقك، وان شاء الله المشكله تتحل، واحنا معاكي وفي ظهرك، وربنا يقويك يا رب، وان شاء الله مزيد من الفيديوهات. وعايزه اقول لكم يا جماعه اشتغلوا، يعني حاولوا بقدر الامكان القنوات الجديده، وانا منهم بقول لكم، يعني رغم ان انا كنت تعبانه بس حبيت اتواصل معاكم عشان انتوا وحشتوني واشتقت لكم كتير. مش عارفه بقى اذا كانت لغه سوري او لغه خليجي. اشتقت لكم كتير كتير، لكل حبايبي اللي متابعيني في اي دوله من دول المغرب العربي او تونس او الخليج او مصر او محافظات اسكندريه. متشكره جدا ليكم ودعمكم ليا، الف شكر. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انتوا على الاقل تحاولوا تنزلوا يوم ويوم، او تثبتوا ميعاد النزول على حسب طبعا تحميل اليوتيوب. ساعات انا عن نفسي يعني الفيديوهات ببقى مصوراها عبال ما بنزلها بتاخد وقت، لان النت كان بيبقى تقيل جدا. فباذن الله انتظروا منه فيديوهات جديده باذن الله، وعامله لكم كمان فيديو مفاجاه ان شاء الله. اللي هيتابع الفيديو اللي جاي هيبقى عارف هو ايه، بس طبعا لازم اشوقكم شويه. حبايبي اللي على صفحتي على الفيسبوك صفحه ايمان سيد احمد عارفين هم طلبوا مني ايه، وباذن الله كانوا بيقولوا اكتبي مقادير على الصوره. انا كنت عاملاها قبل ما افتح القناه، لان انا كنت من هواة ان انا لما اعمل اكله احب اصورها، يعني حتى في العيله بيقولوا يا شيف ايمي. فشكرا ليكم، وباذن الله هنزل الفيديو ده قريبا ان شاء الله. بس اقف على رجلي كده واشد حيلي، لان فعلا كنت تعبانه جدا. كان عندي الاملاح كانت زايده عليا جدا، وكانت مؤثره على سوائل الجسم عندي، والحمد لله بتمثل الشفاء، بشرب ميه كتير. عشان كده يا جماعه انا حذرتكم، لان السكر والملح اوحش حاجه في حياتنا، اللي هم ذات السميين. فالرجاء ان انتوا تاخدوا بالكم وما تكتروش في الملح. انا على فكره يا جماعه ما بكترش الملح في اي حاجه، بس انا نوعيه جسمي ان هي ما بتطلعش ما بعرقش بسرعه، فيمكن هو ده السبب ان الاملاح بتحب يعني بتبقى محبوسه في جسمي. مش عارفه لسه انا مش متخصصه في الموضوع، انا بس بقول لكم المعلومه. وطبعا يا جماعه ما تنسوش كل اللي على القناه يتفاعل ويشير لكل اللي بيحبهم، وباذن الله هتستفيدوا كلكم. حتى لاصحاب القنوات ممكن انت تستفيدي من اي تركايه انا بقولها او اي، وطبعا انا كمان بستفيد من اي قناه عندها تكات وحركات جديده في اكلها، اكيد انا هستفاد، وكل المشاهدين طبعا هيستفادوا مني ومن قنوات حبايبي. اكيد كل واحده فينا متميزه عند قنواتها على قناتها في اشيائها اللي بتقدمها لينا. هتقولي لي طب ما كل واحده مثلا انت بتعملي محشي ودي بتعمل محشي ودي بتعمل محشي. لا والله يا جماعه، كل واحده بيبقى لها تركايه كده، دي بتحط حاجه معينه، التانيه بتحط حاجه معينه. خدوا انتوا كل التركات ديت ونفذوها في البيت، وباذن الله هتبقي ست شطوره وتعرفي تعملي حاجات متميزه واطباق متميزه في بيتك. تمام. دلوقتي نخش، معلش طولت عليكم، نخش بقى على الفيديو بتاعنا مع ايمي، وباذن الله هنعمل مساج للبشرة. يلا بينا نعمل المساج للبشرة. اولا يا جماعة قبل ما نعمل المساج بنعمل حمام بخار للبشرة، طبعا عشان يفتح المسام، عشان نقدر ننشط الدورة الدموية ونطلع اي سموم على البشرة. نعمل حمام بخار. حمام البخار ده يا جماعة ممكن اللي عندها امكانية وعندها الجهاز بتاع الكهربائي بتاع حمام البخار للوجه، تمام يمشي عادي قشطه. لكن اللي ما عندهاش هتستخدم زي انا ما عنديش، على فكره انا كوافيره وخريجه تجميل بس ما عنديش، عادي مفيش مشكل، نتصرف بردك، مش احنا ستات بيوت تمام. زي ما قلت لكم اتصرفي اي حاجه عندك وتصرفي. هتجيبي اناء فيه ميه وتغلي الميه ديت، سواء طبعا بقى اللي عندها جهاز او اناء حله يعني تعمل نفس الموضوع. هتحطي اي نوع زيت معطر، سواء زيت اللافندر على فكرة جميل جدا بيهدي الاعصاب، او زيت ورد، زيت اي حاجة عندك، او مثلا زهرة البابونج العشب بيتباع عند العطار، انا كنت بستخدمه زمان لما كنت بعمل حمامات مغربي للعرايس، حلوة زهرة البابونج.
والله هتقولي لي انا ما عنديش الكلام دوت يعني يا ايمي خليكي حلوه بقى كده. والله يا جماعه انا تمام معاكم. ما عندكيش يا حبيبتي، بما ان القناه للمطبخ، هاتي عندك ميه موارد. ما فيش طبعا حد في البيت ما عندوش ميه موارد. حطي ميه موارد في الاناء اللي بتغلي فيه الميه، وصلاتي البخار بعد ما تغلي طبعا هتطفي على النار، هتطفي على الاناء اللي انت بتستخدميه. تمام. وكمان هتجيبي فوطة وتحوطي وجهك بيه، وشك يعني، وتسيبي البخار يطلع على بشرتك على قد ما تستحمليها، من 5 دقايق لربع ساعة على حسب ما انت تستحملي. طبعا كل شوية تطلعي من تحت الفوطة وتتنفسي عشان لا قدر الله يعني نفسك ما يتكتمش يعني. نخش على طول على اول مساج معانا. اول حاجة بعد ما تخلصي المساج ده، الحمام الكريم ده، الحمام سوري البخار، هتخشي الفوطة اللي عندك وهتمسحي بالراحة كده وتعملي بطريقة الطبطبة على البشرة. بالطريقة دي يا جماعة يكون يا ريت بس يكون الموضوع واضح معاكم. انا بحب الدميه دي جدا لانها عزيزه على قلبي، قلت امثل لكم عليها المساج. اكيد اللي هيشوف الفيديو هيبقى عارف ليه هي عزيزه على قلبي، لانها من زوجي. ودي اللوجو الاساسي في فيديوهات التوحد، قلت استخدمها لكم النهارده في المساج. تمام. انا مسحت بشرتي بالطريقه دي، بطريقه اللي انا بطبطب كده بالراحه على البشره. تمام. اي كريم مرطب عندك، سواء فازلين او كريم نيفيا اللي هو الازرق، او اي كريم مرطب انت بتستخدميه عادي جدا ينفع معانا. هنبدأ نعمل اول تدليك معانا النهاردة، هيبقى التدليك المسحي. هنبدأ نحط كده الكريم على وشنا بالراحة. هنبدأ دلوقتي المساج المسحي. هنبدأ من فوق الأنف كده، هنبدأ نتجه كده في اتجاه الأنسجة. تمام. ده التدليك المسحي طبعا زي ما انتم شايفين كده. وهنخش على منطقة الخدين، هنعمل كده نمشي بالراحة على عضلات البشرة في اتجاه البشرة. تمام. من أول هنا جنب الأنف نقوم مسحين كده العضلات. أنا طبعا بعملها ببطء، لكن انتي تعمليها يعني بسرعة شوية، يعني مش سرعة قوي بس بتعمليها كده يعني. تمام. ومن عند منطقة الدقن بتبدأي من تحت الدقن كده وتطلعي كده. تمام. من تحت كده لفوق خلاص. ومع عند منطقة الأنف بتاخديها من فوق كده لتحت خلاص كده. نيجي هنا عند منطقة العين يا جماعة، خليكوا حذرين. منطقة العين اللي فوق ال30، سواء انتي بتحطي مكياج او بتدهني كريمات، ما تعمليش كده، ما تدهنيش كده او تحطي كده، لا يا جماعة دي الموضوع غلط. بتعملي كده الكريم او المكياج بالفرشة اللي انتي معتادة تستخدميها وتطبطبي كده بالراحة. ده يا جماعة ما بيعملش تجاعيد تحت العين. سواء بقى انتي بتعملي اللي هو الاعتناية بالشعر سوري، الاعتناية بالبشرة بالليل، سواء انت عندك بقى سمار تحت عينيكي، عندك بتعملي برنامج بتاعك اللي هو الاهتمام بالبشرة قبل النوم. وزبدة الكاكاو على فكرة يا جماعة اللي هي بالجليسرين حلوة جدا، بتحطيها تحت عينيكي كده بسمار العين وتطبطبي كده بالراحة. تمام. ده هنا يا جماعة الطبطبة ديت بتعمل تنشيط للدورة الدموية وبتجدد الخلايا اللي في البشرة، يعني بتقلل ظهور التجاعيد على البشره. وطبعا هتدفيكوا بقى احنا في الشتاء وكده، انت كده بتعملي تنشيط للدوره الدمويه. وكمان حمام البخار بيفتح المسام، سواء مسام الوجه مسدوده عندها، ده كمان بيفيدها يا جماعه جدا جدا جدا. يعني حمام البخار بيطلع السموم الزايده عن الجسم، في الوجه بالذات كمان اللي عندها بشرتها دهنيه، اللي بشرتها عندها جافة، اللي بشرتها حساسة، بتساعد كل انواع البشرات. تمام. نخش على تاني نوع دلوقتي معانا، التدليك الدائري. التدليك الدائري نفس فكرة اتجاهات الوش، بتعملي كده تدليك دائري كده. تمام. بس طبعا انت بتعملي عشان انا مش مالكه قوي، فانت هتعملي كده من جنب الانف كده بالراحه كده، تبقي مستمره. تمام. بتعملي تدليك دائري وبتسحبي كده على بره خلاص. ونفس القصه من تحت كده وبتسحبي على فوق خلاص. عند منطقه القوره بتبداي من فوق المناخير كده وتدليك دائري كده وتسحبي تبقي مستمره ضغطه وتسحبي. تمام. وفي كمان تدليك اللي هو التدليك الضغطي، ده يا جماعه زي اللي انا قلته لكم للعين، بتعملي كده تدليك ضغطي. تمام.
بس في الاتجاهات اللي انا قلت لك عليها، كده 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 كده. في طبعا تدليك اللي هو التدليك الضربات المتلاحقه دوت بيتعمل للظهر، مش هتعرفي تعمليه للوش. وانواع التدليك دي يا جماعه، المساج اللي انا قلتها دي كمان بتنفعك لتدليك الظهر. سواء بقى مامتك تعمل لك، يعني انت مثلا ظهرك واجعك، ده جميل جدا، بتدهني كريم نفس الموضوع، بتدهني كريم وتعملي التدليك الدائري كده، وتدليكي العمود الفقري بطريقه دائريه كده. بصراحه مريح جدا للي هي تعبت في شغل البيت او كان عندها مشوار. بصراحه المساج مهم جدا. ويا رب ما اكونش طولت عليكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه. يا ريت يا جماعه ما نضرش بعض، وهتعرفوا باذن الله ما نضرش بعض ازاي. هكتب في اول تعليق مثبت تحت الفيديو ازاي ان احنا ما نضرش بعض ونتعاون على الخير دايما. ويا رب تكونوا استفدتوا مع ايمي. وشكرا لكم ودمتم سالمين.